السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنىكم تكونوا في افضل الاحوال. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما تتمنوا ان شاء الله باذن الله، وتقبل صالح الاعمال ان شاء الله باذن الله. اليوم جبت فيديو جديد معكم اللي عباره على السفوف او الزميطه او سلو اللي صحي 100% ومزيان لصحاب الرجيم. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول خطره يشوف قناه عالم سيام للطبخ والحلويات نتمنى يشترك بالقناه على الضغط على الجرس باش دائما يوصل الجديد. ما تنساوناش باللايك والتعاليق ديالكم، وما تنساوناش كذلك بالبارطاج ديال الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على تشجيعاتكم لينا. المهم باش ما نزيدش نطول عليكم بزاف، كما غادي تلاحظوا معايا الصفوف كله قوام. هانتوما غادي تلاحظوا معايا، غادي ندوز معكم الطريقه والمقادير. انا هنا في السلو استعملت كيلو ديال اللوز، استعملت هذه النوعيه هذه اللي حمرته في الفران وغادي نطحنه بقشورو. هانتوما تلاحظوا معايا محمراه. كيلو ديال الزنجلان حتى هو منقي ومحمر في الفران. كيلو ديال كاوكاو، انا خديت هذه النوعيه هذا حمرته حتى هو في الفران وغادي نطحنه بقشورو. خلاص السكر الثقيل تيبقى على حساب اختياري، على حساب الحلاوه اللي تتبغي. معلقه ونص حتى 2 معالق ديال القرفه، كذلك من 2 معالق ديال حبه حلاوه والنافع مخلطين. هنايا انا كنت ما غاديش نصور الفيديو يعني حتى الاخر، ولا عاد بغيت نصوره. هنا استعملت نص كيلو ديال الدقيق ديال الفرص محمر، مع نص كيلو ديال القمح حتى هو محمر، نص كيلو ديال الشعير مع نص كيلو ديال الشوفان. كذلك ممكن تزيدوا ديال الذره، الدقيق ديال الذره. انا المهم استعملت هاد النوعيات هادو تقريبا 4. هانتوما تلاحظوا معايا راه باين ان كاين يعني تنوع في الدقيق. المهم هنا خديت كاوكاو انا تنطحنو بقشورو هانتوما، واللوز حتى هو غادي نطحنو بقشورو كما تلاحظوا معايا. تيجي صراحه البنات رائع ولذيذ بزاف. الزنجلان كذلك طحنته، وتيجي هاد السفوف كله قوام، يعني تتاكل ما تتحش بالدقيق ولا بشي حاجه، تتحس بالقوام. هنا درت حبه حلاوه والنافع، القرفه، وغادي نزيد عليها سكر ثقيل. وانتم السكر الثقيل كل ما تتحركوا يعني تترملوا هاد المقادير هذه كامله تتشوفوا يعني واش الحلاوه كافياكم ولا تزيدوا الحلاوه، على حساب الحلاوه تتبقى اختياريه. المهم غادي نبقى معكم هكا تنرملوا. هنا البنات انا الصفوف ديالي تنديرو بالزيت بلديه، كما سبق لي درت هذا الفيديو معكم بالزيت بلديه اللي حلوه صراحه البنات، تيجي زوين وبزاف. والزيت بلديه راه ما تدير له والو، كاين اللي تيقول لك تدير له يعني تتنسمو، لا انا تنهضر على الزيت البلديه الحلوه ماشي الحاره. فين تديروا بالزيت البلديه الحلوه ما تيطرى له حتى حاجه، ما تيتنسم ما والو. المهم انا هنايا راكم عارفين هذا العام ما جاش الزيت، يعني عندي الزيت ديال العام اللي فات. الزيت ديال العام اللي فات ما بغيتش انني نغامر ونديرو باش ما يتنسمش لينا، لكن خديت الزيت روميه ودرتها فوق البوطه غلات مزيان، وبها غادي نعجن الصفوف ديالنا. ما تخليكم معايا، ما تمشيو فين حتى نرجع معكم.
انايا البنات غادي نخوي الزيت وغادي نزيد نرمل يعني الدقيق اللي عندي والقوام. كما تلاحظوا معايا هنايا انا دايرهم على الطبله. كما تعرفوا ان السفوف يعني يحتاج العرك مزيان، خصك تعركوا. انا من هنا من بعد ما غادي نرملو غادي نهز كما تنقولوا البانيو ديالي وغادي نحطه في الارض باش نحكمه يعني ونعركو مزيان. وعندي واحد السر اللي يعني جربته واللي زاد عرك لي مزيان السفوف ديالي، غادي نقوله لكم باش ما تبقاش تضربوا تماره بزاف بالعريك. خليكم معايا ما تمشيو فين. هانتوما البنات تنخوي الزيت شويه بشويه كما لاحظتوا معايا حتى نعركو. من بعد غادي نحيدهم على الطبله وغادي نحطو في الارض وغادي نطوي رجلي وغادي نعركو مزيان باش نقدر نغلب عليه ونتحكم فيه. راكم عارفين السفوف كل ما يعني عركتو مزيان ودلكتو مزيان كل ما تيزيد يطلق الزيت ديالو وعاد تزيد تدخل فيه البنه كتر. انتما تلاحظوا معايا. المهم واحد السر اللي غادي نعطيه لكم، انا هنا عركتو بيدي مزيان ومن بعد زدتو في العجانه والعجانه زادت حكاتو يعني عركاتو لي مزيان. صراحه البنات ما نقول لكمش كيفاش جا طلق الزيت ديالو طلق هذا وجا في المذاق رائع رائع. يعني احسن ما تبقاو تدلكوا وطيحوا كتافيكم. اللي عنده العجانه يستعن بها احسن حاجه. انا المقطع ديال العجانه ما صورتوش يعني حتى لاخر وهله ودرتها وما درتش التصوير، لذا نصحكم اللي عنده العجانه يديروا بها حيت هي راه تتساعد في الدليك وفي العرك ديالو مزيان حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا حنايا. كما قلت لكم هنايا غادي نرجع نحيدو وغادي نحط رجلي في الارض وندلكو مزيان وعاد نستعن بالعجانه من بعد. ومن بعد غادي نقدم معكم الشكل النهائي ديالو.
هانتوما البنات من بعد ما عرقتو مزيان، هانتوما تلاحظوا معايا كيفاش جا، يعني الزيت ديالو باينه. شوفوا غير من اللحظه اللي تنضغط عليه. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. صراحه البنات تيجي غزال، حتى فين تكون تاكلوه ما تتحسش بانك راك تاكل شي نوع ديال الدقيق معين، تتحس براسك تاكل غير القوام من اللوز كاوكاو والزنجلان. صراحه البنات هو صحي، يعني ما تيتقلش وخفيف. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم، وتجربوا هذه الوصفه هذه، راها صحيه 100%. حتى اللي يكون عنده شي مرض، يعني ممنوع عليه ياكل السفوف اللي بفورس ولدام، يتبع الطريقه هذه وغادي تعجبو بزاف. وشكرا لكم على المتابعه، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف، تنبغيكم. رمضان كريم.